عشان طلبت منك همبرجر كل دي مكوناته؟ طبعا. ليه بقى يعني حته الهمبرجر ده كل ده بيتعمل من كل ده؟ طبعا نظافه بقى، وهتكون انت واثق انت بتاكل ايه، يعني احنا عارفين انت بتاكل ايه. ايه بقى المكونات؟ اول حاجه هنعملها الصوص. احنا عملنا ايه؟ شويه بصله وطماطميتين وتوم وفلفله بس انا الفلفله عندي اللي هناك البرطمان ده، هات البرطمان اللي هناك ده كده، هناخد منه معلقه. اول حاجه هنعملها ايه؟ الصوص بتاعنا. خلاص يا خالد، يلا هات الكب بتاعتك. كب اهي، سيبها زي ما هي، لا سيبها زي ما هي. يلا افتح الغطا. اول حاجه هنعمل الصوص الاول عشان نخلص منه. هات الطبق اللي هو المشويات اللي عندك ده، ايوه ده، حطه بقى في الكبه كده، بس قطع البصله. حط اول الطماطم والبتاع، حط الطماطم والثوم. الثوم ده طبعا طماطميتين هم مشويين وشلت القشره منها، وده ثوم مشوي خلاص، والبصله دي مشويه. قطعها بقى وحطها في قلب الكبه. ده الصوص اللي هيتعمل بيه الهمبرجر. قطع لي البصله بقى دي كده 4. ايوه كده بس. حطها بقى كده. هتحط بقى ايه يعني شويه باربيكيو من اللي هو الكاتشب ده في قلب ايه. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فرق بس يلا قلبتين كده. وحط كمان معلقه شطه، ايوه كده شطه مفرومه، انا مخزناها في الفريزر عشان تبقى ايه سبايسي كده حاره كبيره. حلوه كده. ايوه بس كده. يلا كل ده بقى ايه في الكبه. بس كفايه. فرغه بقى في قلب في الطبق اللي هناك ده. بس قبل كل ده بقى عندنا هنا الفول الصويا ده بده يتنقع شويه. هات الميه السخنه دي وحط بس عليه، سيبه زي ما هو كده وفرغ عليه ميه سخنه على نفس الطبق. ايوه شويه كده بقى ايه. ايوه امليها بس عشان لازم يتبل شويه قبل ما نخلص الحاجات بتاعتنا بس. بس كده. فرغ بقى الصوص ده في قلب الطبق ده. احنا كده خلصنا الصوص. وبلينا الفول الصويا. هنجيب بقى اللحمه. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. نفرغه في قلب الكبه. يلا بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا اللحمه دي لازم يكون فيها نسبه دهن. خلاص علشان يعني ما تفكش في التحمير الهمبرجر. خلاص بس بزياده تاكيد يعني. جبنا لها ايه 100 جرام دهنه. خلاص حط بقى ال 100 جرام الدهنه دي. خلي بالك من اللحمه اللي بتقع منك دي. دي دهنه. دي دهنه. ايوه. حط بقى شويه البهارات اللي عندك دول. حط شيل الحاجات اللي تبقى اللي مالهاش لازمه بقى. يلا يا خالد تحط بقى البهارات عندك ايه. دي حته لحمه وقعت ايوه ده توم بودره وبصل بودره. 1. ده ملح بس هنزود ملح كمان شويه. عندك بابريكا. وفلفل اسود. فرغ كله. وعندك ايه ده توم بودره ده. خلاص عندك بقى ايه اللي هو الكيس اللي هو البهارات ده. لا البهارات ايوه ده خد منه معلقتين. ده بهارات اللي هي الهمبرجر، بيتباع في اي سوبر ماركت او عطار. حط يا خالد بقى معلقتين منه. كده عشان هو فيه نسبه ملح كده، فاحنا ايه كمان شويه كده. وده الطعم اللي بتاع الهمبرجر كفايه. بس كده. ونص معلقه بيكنج باودر. لو ما فيش بيكنج باودر عندنا، ما كانش عندنا حطينا ايه محسن كيك. طب على كده عشان بس ينفش شويه. حط قد ايه؟ نص معلقه بس. يلا
يلا في الكب بقى. الكاميرا كده معدوله. انا هجيبها على الاكل. ماشي. يلا يا خالد. هنجيب هنا صينيه. احنا هنقسم. هنعمل طريقتين. احنا هنقسم اللحمه دي بعد طبعا ما عملناها مع الدهنه بتاعتها، هنقسمها حتتين كده علشان احنا هنعمل طريقتين. ماشي. طريقه بالفول الصويا، وطريقه ايه من غير اي حاجه. يا دوبك بس ايه نرش عليها شويه بقدونس بس. يعني هنقسم بقى اللحمه دي. يلا احنا كده يا خالد انت كده قسمت اللحمه. ماشي. طبعا ده الفول الصويا بعد ما ايه ما تبل وتصفى خالص الميه بتاعته. احنا طبعا بعد ما قسمنا اللحمه حطينا جزء منها هنا والجزء التاني في الكبه اهوت، وهتحط عليه فول الصويا. يلا حط الفول الصويا عليه كده في الكبه. في الكبه. كله؟ هتاخد كله. هتاخد بس ايه يعني قلبتين كده. انت ممكن يا خالد برضو تاخد معلقه بقدونس، برضو معلقه بقدونس في قلب الكبه. بقدونس ده معلقه يعني بس. اخد معلقه بقدونس. بس كده، بس كفايه كده. خلاص يا خالد صح؟ انت كده فرغت ايه؟ خلاص تمام. اعجنوا بس عجنه كده بسيطه علشان المكونات كلها تبقى مع بعضها كده. انت حشتيني. يلا يا خالد. هننزل شكلهم بعد ما قسمناهم. حتتين، حاجه بالصويا وحاجه من غير. كده قسمنا اللحمه جزء بالصويا وجزء من غير صويا. البهارات بس. يلا هنعمل ايه بقى؟ هنجيب المكبس بتاعنا وهنكبس الهمبرجر. اول حاجه هنسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. جبت ايه بقى؟ كيس نايلون. كيسه كده، كيسه نايلون هو بيتباع بره. ايوه كده. حط كيسه. هات بقى حته لحمه كده قورها بس تكون متوسطه، دي كبيره قوي. لحمه همبرجر بس. يلا حطها يا خالد وعليها كيسه بقى كمان. ايوه كده. بسم الله. حط عليها المكبس واضغط. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وريني بقى كده. اوه ماي جاد. خلاص. لا سيب الكيس. وريني بقى كده قدام الكاميرا. الصلاة على النبي. وريني. كبيرة قوي يا ماما. يلا اللي بعده يا خالد. حط بقى صينية بقى. طبعا ممكن تتخن الخرطة، ممكن ترفعها كده عادي يعني. بس هي كده السمك ده حلو يعني. ايوه. الصلاة على النبي. ما شاء الله. ما شاء الله. يلا هنخلص الكمية ونرجع لكم تاني. فكده خلصنا يا خالد الكمية كلها. هنا ده اللي احنا عملنا كام قطعة؟ 22 قطعة. ده اللي بصويا. ده اللي بصويا. ده شكله. وده اللي من غير. وري كده. ده لحمه صافي وده بصويا. تمام. يلا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هو طبعا الكميه دي احنا مش هنعملها كلها يعني. احنا هنخزن شويه وهناكل شويه. تمام. هنعمل بقى دلوقتي ايه على المقلايه كام واحده كده نتغدى بيهم. ماشي. خلاص. يلا على النار بقى. جبنا طاسه على النار. هي زيت يلا على النار اهو بقى. ولع على النار يا خالد. ايوه كده. على نار عاليه. لا نار عاليه. حطيت فيه معلقه زيت عشان طبعا معلقه زيت بس. سيبه ما يسخن بس خالص وبعد كده هنوطي.
يلا يا خالد، هو سخن كده. ماشي. يلا وطي بقى، لا وطي بقى، وطي بقى علشان ايه. يلا حط بقى واحده من دي بالراحه كده، بسم الله. كده بقى ايه، اضغط بقى يا خالد عليها كده علشان تستوي. ايوه كده، تقعد بس شويه كده وتوطي النار خالص. هنا بقى بعد بقى ايه خلصناهم. ده تحمير كده. هتعمل ايه يا خالد بقى؟ هنبدأ نحضر. جايبين دي كده. نجيب اعمل الاول الصوص اللي احنا عملناه بالمشويات، اللي هو الطماطم والبصل والثوم. حط كمان معلقه شويه. ايوه كده. حطي كابتشو. كابيتشو خاص، كابيتشو اي حاجه، بس احنا ما لقيناش خاص. ماشي. طماطم بقى نرصصها من الاطراف كده عشان تبان كده. ماشي. جايبين خيار كده. طبعا حط بقى واحده من دي، واحده كمان، بس كده. حط عليه. شوف بقى الشياكه، بقى المنظر بقى الجميل. دوق كده يا خالد. ايه رايك؟ بامانه طبعا انضف من اللي بره. ايه رايك؟ خطير صح؟ يلا هنكمل بس ونيجي. كده بعد ما خلصنا. شوف بقى التفاصيل. حلويات بقى ما شاء الله، جميل مشروع جدا. على الضيق، يتعمل مشروع على الضيق. احسن من اللي بره وانضف وامن. شوفوا النظافه بقى. حلويات. انت بقى لما دقته يا خالد كان طعمه ايه؟ كان جميل والله. احلى من بتاع بره صح ولا لا؟ جميل. على الاقل احنا عارفين معمول بايه. بالظبط. شوف بقى الشياكه. فاينل. طبعا الوصفه ديت عايزه تشجيع لخالد. نعمل له ايه؟ ايوه. قول انت. لايك، شير، سبسكرايب، استنى الجديد. اشتراك.